أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. نحن الآن في مستشفى الزوما، والحمد لله مجموعة المراتب والخير، يعني ما شاء الله الليلة جانا من عطبرة مجموعة 8 مراتب وستاير ما شاء الله، يعني مقصات وأدوات لغرفة الولادة بدايات، يعني إنجاز كبير جدا. أول حاجة نتقدم بخالص الشكر والتقدير للمتبرع بهذه الأشياء القيمة، والتحية برضو والتقدير لابن الزوم البار أستاذنا السر علي الهادي، هو خلف هذه الإنجازات كلها من عطبرة، وبعلاقاته مع الخيرين الحمد لله وصلت المجموعة الأولى من المراتب، ونتوقع إن شاء الله وصول العديد من الأشياء النواقص لهذه المستشفى، وإن شاء الله دي كلها إنجازات تحسب لجروب سند أو مجموعة سند اللي هي قامت الحمد لله بصيانة المستشفى في الكهرباء وصيانة في السباكة وللمكيفات وتغيير البيئة. والحمد لله نحن الآن بنلاحظ يعني ساحة المستشفى الآن الإنارة ما شاء الله، يعني عمت كل أرجاء المستشفى إضاءة كاملة بالكشافات، والحمد لله يعني صيانة المكيفات، مكيف العملية الحمد لله، وصيانة قسم الطوارئ الجديد والإصابات الحمد لله، صيانة المكيفات فيه، وصيانة هنا داخل المبنى الحوادث القديم هنا برضو الحمد لله في غرفة العملية الصغرى تم الصيانة وسباكة، والحمد لله تأمين المكيفات وصيانتها في العنابر وإضاءة العنابر الحمد لله. والآن يعني بدينا في مشروع المراتب، وإن شاء الله حتيجي الملايات برضو بإذن الله تعالى، ونغير إن شاء الله بإذن الله تعالى الجدران بتاع العنابر، نخلي البيئة يعني بيئة يعني المريض ذاته يشعر بالارتياح إن شاء الله لما يدخل العنبر إن شاء الله، مع المحافظة على النظافة والمحافظة على هذه الأشياء القيمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى كل المجموعة اللي هي دعمت سند إنه يكون ذلك في ميزان حسناتهم إن شاء الله، ربنا يتقبل منهم بإذن الله تعالى، وربنا يقوي برضه الأخوة القائمين في إدارة السند إن شاء الله على هذا المجهود الجبار، ويجعل في ميزان حسناتهم إن شاء الله، وما في عمل بيضيع إن شاء الله. مستشفى الزوم الآن هي تظهر بواجهة جميلة بمنظر جميل جدا. تحية رئيس المجموعة الدكتور علي محمد أحمد الباشا، هو قائد ركب هذه المجموعة والدينامو المحرك لها، والمستشار المجموعة مستر دكتور عبد العظيم علي عبد الرحمن اللي هو أيضا معانا في هذا الإنجاز الكبير، وأخونا دكتور الصادق حبيب ودكتور محمد الدسوقي المدير الطبي لهذه المستشفى، اللي والله الحمد لله يعني أنجز وضبط المستشفى، وأصبحت المستشفى الحمد لله تستقبل كل المرضى من مناطق الغرف المتحدة. وأشكر كل أخونا عبد العزيز هذا الملح الجروب يعني، وهذه النحلة اللي نحن يعني بترش علينا عسلا دائما، ربنا يتقبل منه. وأيضا ابننا أحمد محمد عثمان الزاكي، وكل المهندس سراج قسم السيد، كل مجموعة جروب سند، التحية لهم والتقدير، والتحية لكل الخيرين اللي بيدعموا هذا الصرح الشامخ مستشفى الزومة العملاق، وإن شاء الله حيكون مستشفى نموذجي بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. محمد عبد الله سهل. امشي بالكاميرا برا او سوي الاناره دي ما تسرع كشافات وكده برضه تصور بهنا بعدين الناس كده علي، يعني هنا الناس قاعدين